اخواتي، تعادل الاهلي مع انبي وصدمه جديده للنادي الاهلي او لجماهير النادي الاهلي. يعني في يا جدعان، انا عايز اسال، يعني انا عايز اسالكم انتوا في ايه؟ هو ده اداء ولا ده مش اداء؟ ولا الاهلي وحش ولا الاهلي حلو؟ ولا هي مشكله مدرب ولا هي مشكله لعيبه ولا في ايه؟ ما احنا غيرنا المدرب، رجعنا كابتن عماد النحاس، برضه تعادلنا. الاداء احسن النهارده ماشي. فكره كنا نفس الفكر اللي احنا عايزينه، انت تلعب باتنين مهاجمين وتلعب باربعه قدام المرمى، ماشي. بس ليه يا جدعان الفرص اللي بتجيلنا ما بنعرفش نستغلها؟ ما هو الاهلي النهارده مش عارف يستغل الفرص اللي بتجيله. كذا كره لتريزيجيه، وكذا كوره لمحمد شريف، وكذا كوره لبن شرقي. ليه مش عارفين نستغل الكور دي يا جدعان؟ يعني احنا ليه مش عارفين نجيب اجوان؟ هل في مشكله في اللعيبه؟ اللعيبه مش عارفه تفنش؟ طب يعني ايه المطلوب تاني عشان تعرفوا تكسبوا؟ يعني انتوا احسن لعيبه في افريقيا، معاكم مدرب يعني جامد جدا، ناقصكوا ايه؟ يعني انا عايز اعرف ناقصكوا ايه عشان تلعبوا ماتش سيء؟ لان الفرص اللي احنا جبناها مش عارفين نسجلها. انبي يعني عرف اللي هو يمسك كرة علينا، وعرف اللي هو يسجل في مرمانا، وعرف اللي هو كان خطير جدا على المرمى بتاعنا. قدر يجيب جون ويتحسب اوفسايد، قدر يشوط كورتين او ثلاثه على الشناوي وكانوا اجوان محققه لولا تالق الشناوي طبعا. فانتوا ناقصكوا ايه عشان تجيبوا جوان؟ الفرقه وحشه قوي. ده مش اداء يا جدعان. انا شفت النهارده تريزيجيه في الملعب. تريزيجيه بيلعب في كور كتيره بتروح له، بيضيع فرص كتيره، بس هو الوحيد اللي بيجري، هو الوحيد اللي بيهاجم. فين اللعيبه اللي حواليه؟ ابو رمضان النهارده برده كان حلو جدا، بس تعالى بقى شوف مجمل اللعيبه سيئه. ما انا ما بقاش عامل فريق 11 لاعب عشان ثلاثه يلعبوا فيه، اللي هو الشناوي وبن رمضان وتريزيجيه. انا مش شايف مهاجم، انا المهاجم ده ناقصني. انا لو معايا مهاجم كويس هادي اداء احسن من كده بكتير، بس انا مش لاقي مهاجم. فلازم الاهلي يتحرك في مهاجم باسرع وقت، لان احنا محمد شريف طبعا ما بيعرفش ينهي الكره من 60 نيله، جراديشار مثله، فما فيش اي حاجه. فبالنسبه لي انا لازم مهاجم. قولوا لي بقى انتوا ايه رايكم في الاداء اللي النهارده، عجبكم ولا ما عجبكوش؟ وسلام.